السلام عليكم الناس العزاز، الناس الغاليين، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده وبالرزق والتيسير وطول العمر ليكم ولوليداتكم والاهل ديالكم. وبحال ديما العزاز على قلبي لوالديكم ميتين، ربي يرحمهم لكم، اللي حي الله يعطيكم مرضاتهم ورضا الله من رضا الوالدين. يا ربي تسترنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض على الله، واللي يدير فرينا ما يهلكنا. ومن طبيعه الحال كنحبكم في الله كيف ما نتوما كتحبوني في الله. ما تنساوش ديك البصيمه ديالكم، ديروا عليا طليله وتفرجوا في الفيديو من الاول حتى للتالي باش تفهموا الكلام ديالي، وخليوا لي الراي ديالكم في الكومونتير، الراي ديالكم كيهمني. وجزاكم الله عني كل خير. وما ننساش نشكر كمال بلوغ يا ولدي العزيز، الله يسخر لك في وليداتك، الله يصلحهم لك، الله يجعلهم لك ذريه صالحه ان شاء الله، ويديرهم لك في المراتب العليا. هذا هو اللي غنتقدر تقول لكم ميمتك ناديه وخالتك ناديه. وجزاك الله عني كل خير. واللي جا من عندك وكبر بيا مرحبا والف مرحبا، على الراس والعين، ولا ما قدو راسي كتافي عينيا، راكم عزاز وغاليين، الله يكبر بكم. هذا من فضل الله سبحانه عز وجل. وندخلوا في الموضوع اخوتي العزاز. بحال كنكون غايبه واحد اليومين عندي شغالاتي، كندير طليله طليله، ولكن ماشي بحال ملي كنكون زعما متفرغه لليوتيوب وكنشوف هنا ونتصنت هنا. حتى دابا كندخل كنشوف الروينه والقليبه النايض عاوتاني، على احتراماتي وتقديري لتوريا القدوري، لديك الانسانه اللي كنعرفوها في اليوتيوب حتى هي بحال اللي كتعرفنا وكنتعارفوا مع بعضياتنا. ولكن كلها وكيفاش حل الموضوع وكيفاش ناقش الموضوع، انا عندي واحد النظره واحده اخرى، وعندي واحد التحليل واحد اخر. النقاش من التحليل راه صعيب عليا، شداني لشي تحليل غا كنناقش معاكم اخوتي العزاز. المحللين راهم قراو باش وصلوا للتحليل، لما حنا رحنا غا كنناقشوا الموضوع وصافي، غير بقات ديك الكلمه ديال كنحلوا. المهم ما عليناش غير التوضيح. المهم اختي توريا القدوري، اش غادي نقول لك؟ كيقول لك اختي توريا اللي القدوري اللي اولو نور، اللي اولو شرط اخرو نور. وسمحي لي لا قلت لك هكا، قالك جوعي في كرشي وعنايتي في راسي. راه الله اللي كيرزق، راه الله اللي كيعطي، راه العبد كيبقى فاقد سبب، اما الله الا بغاك راه والله ما حيث لا تدري ولا تحتسبين ربي غيعطيك. وعلاش ربي كيقول لك ادعوني فاستجب لكم؟ نكونوا قرب من الله، وفاش الضيق بينا ونحسوا براسنا حنا الفقر راه عمرو ما كان عيب. علاش بغيتو تردوا الفقر عيب؟ علاش بغيتو تردوا راه كلشي حتى اللي عنده خاصو يزيد، ما بالك اللي ما عندوش؟ الفقر عمره ما كان عيب. الرسول عليه الصلاة والسلام افضل الخلق واللي غادي يكون شفيع يوم القيامة وكان فقير، ما بالك حنا؟ الفقر ماشي عيب، مادام عندنا وليداتنا يمشيو، ماشي ضروري انسان غيكمل قرايته يخرج ويخدم هنا ويقلب هنا ويجيب من هنا ويجيب من هنا. وقالك قالك الكرش الشبعانه ما كتقلب في الجيعانه. علاش نبقاو حنا دائما كنتبروا بهذا الفقر وهذا؟ والعلم اختي توري اختي القدوري، وكنحترمك وكنقدرك. والمهم هذا الراي ديالي، انت دائما كتمشي عند الناس ودائما كتكوني كتقدمي لهذا. انا شوفي الا بغاك الله راه الريح يحطب لك. مشيتي عند ديك البنت وانت عارفه اختي توريا الناس خصهم غير من يدوزوا لها، والناس خصهم غير منين ياديوها، وبالاخص في هاد الولاده هادي مشيتي على اساس طيبي، ما طيبتيش تما واحد 1000 دجاج ولا 100 او واحد شويه. كانت على طيبه خاطر، راه عن طيبه خاطر كنتي شرطتي عليا انا غنطيب لك وتعطيني قدا قدا وما عطاتكش، غيكون عتابنا عليها. هنا انت ما شرحتيش غير البنت ديالك اللي باغا تخرج ديك الشيء اللي باغا تخرجو. وكما قالت هي راه كل قرد في عين امو زوين، الله يخليك لوليداتك والله يحفظك ليهم الله يسترك ليهم، راه كيف ما كانت امنا كنقبلوها. ولكن لا داعي في هذه الفتره هذه انك تخرج البنت ديالك وتبقى تعطي تلميحات. ها انت كما شتي الله هذا تبارك الله والناس كتفهمها وهي طايره، والقنوات خصنا غير على من نهضروا غير على من نتكلموا. لا داعي. او لكن منين هذا قول لها بنتي عطيني، انا جيت على حساب الواجب ديالي، درت لك هذا الشيء خصك تعطيني الواجب ديالي. ديك الساعه غتكون حاجه واحده اخرى العيب والعار لما عطاتولك. اما شوف قالك راه كلات حتى شبعت وبالجوع صبحت، راه كلشي ناكلو شنو ماكلينا وكندخلوا حاشا وجهكم، وكنسمح على هذه الكلمه وكيولي كلشي محلل وكنمشيو للطواليط واخا ما عرفتش شنو ناكلو.
راه في الاخر كيولي غير تحليل كنمشيو للطواليط. يعني لا داعي ان الانسان يدير هاد الشوشره كلها، ولا مثلا ما عطاوكش ما تدي معاك لولادك، ولادك تبارك الله راهم كبار وقال لك عزي 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 ومالي وما كنكسب، هي النفس هي النفس. ما علاش نخرج انا بحكاك ولا بنتي، ولا نناقش انا وبنتي قبل ما ندير ديك اللايف هذيك الحاجه راكم هضرتوا، راه ولادك راه ما عرفوا شنو قلتي لهم، غتقول لها بنتي لا داعي ان نجبدوا ديك البنت في هذه الفتره هذه الحساسه وديك الشيء. لان الانسان راه مجروح من جميع الحوايج، راه ما نشوفوش غير الفلوس وديك الشيء اللي عندهم وهذا زعما راهم احسن منا، راه حنا ما عندناش، وعندنا واحد الحاجه اللي ما كيتوفروش عاود عليها، ومن اللي احسن منهم بألف درجه. راه راحه البال الاسره، تدخل بنتك تلقى الام تلقى الاب، هي راه كتفتقد ديك الشيء. علاش ما كنرحموش؟ علاش؟ راه اعز ما عندها هي ما خرجت شرشمتها وتزيدي انت في هاد الظرف اختي القدوري، وتزيدي في هذا الظرف هذا. يعني انا جاتني ماشي منطقيه، وجاتني ماشي هذا. الا كنتي كتمشي على اساس ديك الناس كيحلوا لك بابهم ويستقبلوك في اي وقت ودارين فيك الثقه وهذا، انت من غير بزاف ديال الناس كان عليكي صافي قالك ضربتني يدي مشيتي وما عجبكش الحال ولا دا، مره اخرى ما نعاودهاش، مره اخرى نشد رجلي، ما كيجيبوكش بالسيف. او ليله مره اخرى عيطوا لك وقالوا نقول لهم ها القد والقد، راه ماشي عيب ماشي عيب. وعمر الانسان اللي كيخدم شي حد وكو كنا نكونوا لاباس علينا وكنا نكونوا مكفيين، شكون غيصوب القوادس، شكون غيصوب الروبيني، شكون غيصوب الضو؟ ضروري كتلقاي الخدمه عمرها ما كانت عيب. شكون غيدير هذا الميناج واحتراماتي وتقديري الميناج كيديروه غير لياتي ومالياتي العيالات، احتراماتي وتقديري ليهم. يعني حتى مهنه اللي كتجيب عرق الكتاف وكتجيب الحلال ما عمرها ما كانت عيب. مادام كتمشي وكتخدمي خصك تشرطي على هذاك السيد كما بغا يكون، سواء عندهم قناه سواء ما عندهمش، خصك تاخدي الاجر، قال كل خديم اللي له الاجر ديالو. ولكن باش ديري اختي توري هاد الشوشره على واحد الوليه، حسبيها بنتك، حسبيها غلطت فيك، حسبيها كما حسبتيها كان عليك منين هذا، قول لها لا عطيني فلوس مثلا، خلصيني راه درت ديك الشيء خصني نتخلص، او لا عطيني حقي لا بقى ندي لديك الولاد. راه ماشي من العيب بينك وبين الواحد، ما شفتك انا ما شافك الاخر ما شافك حتى شي حد. ولكن هنا انا كنطلب التوضيح من يسرى، كنطلب منك يا يسرى التوضيح. خرجي هاد السيده الا كانت جايه عندك ان على باش تخلص وما خلصتياش، راه عليك تعطيها المستحقات ديالها، لان دابا هادشي راه خرج اليوتيوب، عليك تعطيها كانت جايه غير من المعزومين وجات هناتك وباركت لك وجات، راه العيب عليها، ما خاصهاش تخرج هاد الخرجه. وهذا هو علاش هما كيتجنبوا القنوات كيف ما بغاو يكونوا، سواء كتهضر عليهم سواء ضدهم، المهم كيحاولوا يتفاداو، لان عارفين الثقه ما كايناش. وهذا هو علاش كنقولوا الثقه راه ما كايناش، الثقه راه ما كايناش، لان اليوتيوب هكا داير. الانسان كل ما هذا حنا هضرنا غا في الحق، حنا غا قلنا يا ودي ما خش واحد البنت تبيع بنتها وتشري وما عجبهمش الناس الحال، قال لك غداره وفاعله وتاركه حنا غا كلمه حق، كلمه حق. صفيت رقبتي مع الله ماشي مع شي حد، وخليت كاع المشاهده، ورجعوا للولد القناه وغتشوفوا المشاهده اللي كنت كنضرب. ورغم ذلك على كلمه حق، ماشي على ودي يسرى، راه ما كتعنيني بهذا المفهوم ما كتهمني، ولكن على وجه الله سبحانه عز وجل صفيت رقبتي، وما نبقاش دايره يدي مع واحد الام اللي باعت وشرات بنتها وانا عرفت هذه الحقيقه، ونبقى مستمره معاها في الغلط. هنا فين كاينه الكرامه وكاينه عزه النفس. اما اليوتيوب وخرجنا قلنا غير الحق، قلنا ودي ديك الام راه تبايعات وتشارات وهذا الشيء كتهضر وكتستخطط له في الخاص، يعني والناس ما عجبهمش الحال، دايره الفاعله عاد ما خرج، ما قلت كنعطي، ما قلت كانوا كيجيو عندي الصحافه وكنجري وكنحط بلتي وهذا، ما هادشي كله تفاديته ما غاديش نقولوا، لان انا درتو عن طيبه خاطر ودرتو عن طيبه طوعي باش نساعد واحد الام، باش نكون سند لواحد الام. ورغم ذلك لقيت كلشي كيخدم من الاحسن شديت فمي وسكت على داكشي اللي درتو، انا راضيه عليه، لا داعي ان نخرج نقولو، حتى واحد ما غادي يصفق ليا، انا قلت غير الحق وما صفقوليش، ما بالك غادي نقول لهم اشنو غادي. لان شوف اليوتيوب هكا داير، هكا اليوتيوب داير، حنا كنطلبوا، حنا غير كنعاونوا بهاد القناه. الا جاب الله منها شي حاجه، ما جابش الله منها تبقى لنا العزه ديالنا، وتبقى لنا الكرامه ديالنا، وتبقى لنا النفس ديالنا، وتبارك الله كنشوف مول دارك الله يخليه لك مازال تبارك الله وصلى على النبي، الا كان تقاعد يمشي يقلب على راه عطا الله قالك خبش تلقى،
يقلب وانت تلقى كاين سيكيريتي، كاين هنا، كاين العساب الليل كاين، والانسان يتعاون. والانسان راه النص في المغرب الكرا ماشي عيب، راه الكرا غالي، الكرا ماشي عيب. الا كان الانسان كريم الله يغنيكم والله يرزقكم والله يعطيكم من حيث لا تحتسبوا. غير الانسان تكون النيه ديالو صافيه والقلب صافي، ومنين يبغي يتوجه ويسقلك راه اليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى. راه يعيا الواحد ما يعطيك ويعيا الواحد ما يمدلك، ولكن كتجي واحد النهار اللي هذاك اللي كيعطيك كيمدلك، وحنا اللي كنشدو ما غنعياوش راه خصنا نتشبعوا ونتقنعوا بهذا الشيء هذا. ونهار الضيق والانسان يكون الله الله الله. علاش الله كاين؟ علاش الله موجود؟ قادر اللي عطاه هو يعطيك انت ويعطيني انا ويعطي الاخر. نديرو شجاتنا ونبكيو الله في جوف الليل ونتوسدوا لله سبحانه عز وجل، ولا عطانا راه من حيث لا يحتسب. اما عندي ولا ما عنديش ولا هذا ولا الناس غيبقاو باغيين منين يدوزوا لديك البنت، انت مسكينه انت ما عندكش. حنا كلنا مساكن تحت الله، وديك الشيء اللي عندها انا قلت لك راه حنا كنتوفروا على راحه البال، على وليداتنا معانا، على وليداتنا ما خرجناش بعنا فيهم وشرينا. اما هي راه عندها واحد الوالدين اللي باعوا فيها وشراو وكلاو، يعني واخا ديك الشيء لا قلبتي لها في جوفها وقلبتي لها فدا راه ما مرتاحاش، راه ضميرها مأنب وبزاف د الحوايج. بلا ما نزيدوا على الانسان عاود نخرجوا نعطيو للناس منين يهاجموا ديك البنت ويعطيوها. وهذا صافي مشيتي مره اخرى غادي تاخدي الدرس. انا كنقول لك الضربه اللي ما كتقتلش كتقوي. انا هكذا دايره خوتي العزاز، ما عرفتوش الناس بزاف كيشبهوا لي، ولا الضربه اللي ما تقتلنيش تقويني مره اخرى ما غاديش نعاود. وانت كنسمع غير متتبع قال لك فلانه سيري عند فلانه كتصبحي اختي القدوري عندها ولا عند اختي لبنى. ما نمشيش الا كانوا هاد الناس ما كيتعاملوش معاك، راه ماشي اول مره ما غاديش نمشي عندهم وما نخرج لبنتك هكاك تلوح الهضره هكاك باش الناس تنوض تهاجم ديك البنت. وحد هنا غادي نكون كفيت